مساء الفل عليكم، مساء الجمال، مساء الهنا، مساء الفل عليكم. احلى مسا على الشعب المصري، احلى مسا عليكم، احلى مسا. انا بمسي على الشعب كله. مساء الفل، مساء الجمال، مساء الهنا. دلوقتي عايزه كله 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 كده يطلع معايا يقول تحيا مصر. يعني عايزاكم كلكم كده تطلعوا تقولوا يعني ايه، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. حب يعني عايزاكم يعني مش عارفه يعني كلكم كده تطلعوا تقولوا للبلد تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، عشان دي مصر اللي احنا اتولدنا فيها، ودي مصر اللي احنا هنموت فيها، ودي ارضنا، ودي ارضنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يعني من هنا المليون سنه. مفيش في الدنيا أغلى من الوطن ده، الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من الوطن ده، الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرنا. شايلة في همومنا على كيرها، بلدك صحيح كتر خيرنا. مصري رفع راسي، عاشق أرضك سماكي، وحبي ليكي ده شيء أساسي. يا مصري انت أمي وانت أبويا وانت ناسي. في كل مكان بروح ويقولوا مصري رفع راسي، عاشق أرضك سماكي، وحبي ليكي ده شيء أساسي. شايلة في همومنا على خيرنا، بلدي بصحيح كتر احلى مسا على الشعب المصري. الفيديو دوت عشان خاطر الناس اللي بتموت في سينا. الفيديو دوت مش عشان خاطر انتوا تقولوا هبه السيساويه، هبه بتحب الرئيس السيسي. انا فعلا بحب الرئيس السيسي، بس بحب ضباط الجيش، بحب الناس اللي بتموت في سينا، بحب العسكري اللي بيموت، بحب الشهيد اللي بيموت، بحب الناس اللي بتضحي عشاننا. احنا قاعدين ومتدفيين تحت البطانيه، وقاعدين يعني بسم الله ما شاء الله علينا بناكل، وبلاش بناكل عشان العيشه غاليه وبتقولوا ان الدنيا صعبه. قاعدين على الاقل متدفرين تحت البطانيه، وفي ناس في سينا بتموت، في ناس في سينا بتموت، في اطفال بتتيتم.
احنا نحمد ربنا على نعمة الامن والامان، نحمد ربنا على نعمة ان مفيش ارهابي يقدر يخش بيتك وانت قاعد مع مراتك او مع عيالك يقولك مثلا قوم نقب مراتك او خلي مراتك تتنقب، او انت لا حاطه مكياج ليه، او انت عامله ليه. احنا قاعدين والحمد لله على نعمة الامن والامان. انا الفيديو دوت انا عاملاه لكل شهيد، الفيديو دوت عاملاه لكل عسكري، لكل عسكري، من اول العسكري لحد رئيس الجمهورية، لحد كل بني ادم في سينا بيضحي وعايش. الاغنية دي انا فعلا بحبها من وانا صغيرة. يعني انا بحب كل الاغاني الوطنيه. انا كنت عيله صغننه وكانوا بياخدوني نغني الاغاني الوطنيه، بس الظاهر الناس من كتر ما العيشه بقت غاليه ومن كتر ما الدنيا بقت صعبه جدا، فالناس دلوقتي يعني ايه، عايزه اقول لكم الناس دلوقتي خلاص ما بقاش تفرق معاها الموت. يعني خلي بالكم يا جماعه، احنا قاعدين في بيوتنا وكل يوم والتاني لسه ظابط ميت ولسه ظابط تاني ميت ولسه عسكري ميت ولسه ناس ميته. الناس دي بتضحي عشاننا. الناس دي انا ما بتكلمش عن الرئيس اهو، انا بتكلم عن العسكري وعن الضباط الجيش اللي بيموتوا في سينا. عشان ما تقولوليش انتي سيساويه، انتي مثلا كذا. ايوه انا بحب رئيس الجمهوريه، بس بحب اكتر العسكري اللي بيموت، بحب العسكري اللي بيضحي، بحب العسكري اللي ايده بتتقطع. انا شفت عسكري بعيني رجلين الاتنين مقطوعين وشفت ايده مقطوعه، يعني ايه، وشفت اطفال صغننه متيتمه. فانا بقول لبلدي وبقول لكل عسكري ولكل مجند ولكل الناس اللي في سينا، الضباط اللي في سينا وفي كل العساكر اللي في سينا، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. انتوا رجاله، وخير جنود الارض هو الجيش المصري، وان مصر دي اعظم بلد في الدنيا. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. انا بحمد ربنا، انا عن نفسي بحمد ربنا على نعمه الامن والامان، ان مفيش حد بيعتدي عليا، ان مفيش حد بيقول لي اقلعي ديت والبسي نقاب، ان مفيش حد بيغصب عليا حاجه انا مش عايزاها. انا بحمد ربنا ان انا بنام في امن وامان. انتم بقى يعني بتتكلموا بتقولوا احنا مش لاقيين ناكل، احنا مش لاقيين. فعلا انا معاكم في الحته دي، العيشه غاليه والدنيا صعبه والناس فعلا مش لاقيه، بس بردك نذكروا بردك الحلو، نذكروا نعمه الامن والامان، نذكروا نعمه الناس اللي بتضحي عشاننا. انت دلوقتي بتنزل شغلك ومتاكد ان انت هترجع تلاقي مراتك قاعده بعيالك في البيت بامن وامان. مش هتقدر مثلا، مش هيقدر واحد ارهابي يخش يكسر الباب يقول لها يا ماما قومي يا ماما تنقبي، قومي يا ماما اعملي، قومي يا ماما مش عارفه كذا. فاحنا بردك نشكر الضباط ديت، نشكر نشكر ضباط الجيش اللي في سينا، نشكر ضباط الجيش اللي في سينا، نشكر العساكر، نشكر بردك رئيس الجمهورية، بردك الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو ايوه يعني هو راجل سياسي من الدرجة الاولى، راجل في السياسة ملوش حل، راجل عطينا الامن والامان. وانا من خلال الفيديو دوت انا بقول له يا ريس انت راجل عظيم، بس لو سمحت مع العظمه بتاعتك دي كلها علشان الشعب في ناس فقيره رخص لهم الحاجه عشان خاطر الناس تعرف تاكل وتعرف تعيش وتعرف تحس بالنعم اللي انت عاملها، نعمه الامن، نعمه عدم الارهاب، نعمه ان انت بتقضي على الارهاب، بتقضي على الارهاب في مصر كلها. في ناس غلابه يا ريس، في ناس غلابه عايزه تعيش يا ريس، رخص لهم الحاجه يا ريس عشان يحسوا كمان بطعم الدنيا. واحنا متشكرين منك على نعمه ان انت محافظ علينا، ان احنا ولا عندنا حرب ولا عندنا ارهاب ولا عندنا الكلام الفاضي دوت. ولو حتى عندنا ارهاب، الارهاب مش زي الاول. انسوا يوم 25 يناير، يوم 25 يناير حضراتكم كنتوا بتجيبوا الفحم كده وبتجيبوا الخشب وبتولعوا الفحم بالخشب وتقعدوا تحت بيوتكم علشان خاطر تحموا مراتاتكم وتحموا عيالكم. انتوا دلوقتي بتعملوا كده؟ انتوا دلوقتي بتعملوش كده. كايفور اتسرق يوم 25 يناير، مصر كلها اتسرقت. دلوقتي في حد يقدر يسرق حاجه كده؟ فنشكر بردك رئيس الجمهوريه على حاجه زي ديت، نشكر الضباط، نشكر العساكر اللي في سينا، نكتب كلنا كده يبقى عندنا طاقه ايجابيه ونكتب تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، بحيث ان المجند اللي في سينا لما يشوفك بتكتب تحيا مصر لو مات
هيقول ايوه انا مت عشان خاطر اهل بلدي اللي حاسين بيا، حاسين ان انا في وسط النار، حاسين ان انا ممكن ارهابي يموتني في ثانيه، او انا دافع عن بلدي في ثانيه اموت. ممكن زي واحد كده مجند كده او امين شرطه مش عارفه رجلين الاتنين اتقطعت وايده اتقطعت بقى بايد واحده بس، وهو بيقول ايه؟ انا في اللقاء اللي هو بيقول لك الحمد لله ان انا ما قدمتش بردك لوطني حاجه، انا كان نفسي اقدم لوطني اكتر من كده، كان نفسي ادي وطني اكتر من كده. فيا جماعه ارجوكم بلاش التعليقات السيئه، بلاش الاحباط. الكلمه الحسنه صدقه، انت مش هتخسر حاجه، مش هتخسر اي حاجه ولا هتنقص اي حاجه لما تكتب وتعلق وتقول تحيا مصر لبلدك، تحيا مصر لبلدك. انت ليك بلد غير البلد دي؟ انت تقدر تعيش في امريكا، تقدر تعيش في اوروبا، تقدر تعيش في اي بلد، هتعرف تتأقلم في بلد تانية غير البلد دي؟ يعني هتعرف تتأقلم؟ ما اظنش ان انت هتعرف تتأقلم. انت لو لفيت العالم كله، مصر دي احسن بلد، مصر دي اللي ذكرت في القرآن، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، مصر دي ام الدنيا، الجيش المصري ده خير جنود الارض. يعني بص ده ربنا، عارفين يعني ايه ربنا هو اللي بيقول كده؟ ربنا هو اللي بيقول كده. مصر دي اعظم بلد، احمدوا ربنا، احمدوا ربنا ان مفيش ارهابي بيتحكم فيكم. انتوا لو ارهابيين بتتحكم فيكم، وارهابي يقول لمراتك وهي ماشيه جنبك اتنكبي صلي اعملي غصب عنها، انت مش هتعرف تعمل اي حاجه. انت يعني هتعمل ايه؟ ممكن تضحي بعمرك في وقت ان واحد يقف يقول لمراتك او يكلم مراتك او يأذي مراتك. لكن الجيش العظيم والضباط واللي في سينا والعساكر هم اللي بيحمونا. نقول لهم بقى تحيا مصر ولا ما نقول لهمش تحيا مصر؟ انا بحبكم جدا وبحب الشعب المصري جدا، وانتم حبايبي والله العظيم ثلاثة، انا بحبكم وعمري ما هزعل من اي تعليق سيء، وربنا يصلح الحال، ومصر يا رب تكون احسن دولة في